كويس. ايه الاخبار؟ أنا حازم الصديق. درست هندسة جامعة القاهرة عمارة. عندي شركة اسمها ستابرك بتاعت هدوم. اتكلم على قصة ستابرك. مش عارف، دلوقتي بقيت حاسس ان انا عندي قصة، بمعنى ان قصة ليها بداية ووسط ومش نهاية، يعني بداية جديدة ان شاء الله. عارف انت مؤخرا فكرة ان واحد بس ممكن يعمل فرق، الفكرة دي صعبة جدا على اي حد ان هو يستوعبها. يعني ده مثال واقعي ان واحد بس يقدر يعمل التغيير ده كله. ما شاء الله بدأت بفلوج وبفكرة، وصلت ان الناس دي كلها جايلك من المنيا وجايلك من طنطا وجايلك من الحتت ديت علشان عشان يحتفلوا معاك. طموحي ان شاء الله ان استبرق يبقى ليها على الاقل محل في كل بلد ان شاء الله. عشان احس ان العالم كله بتاعي. انا اتكلمت عن يوتيوبرز كتير هنا في القناه، وقلت قد ايه انا بحبهم وبتابعهم، وكنت برشح لكم على طول الشغل بتاعهم. بس عمري ما في مره قلت قد ايه انا اتاثرت بحد، وان هو فعلا غير حياتي، وان هو اثر في حياتي جدا، ومش في حياتي انا بس، في حياه ناس كتير. انا الصراحه اتاخرت في الكلام عن حازم الصديق. في الفترة اللي أنا اتفرجت فيها على حازم تقريبا في 2017، أنا كان أول مرة أسمع دين كده، أول مرة أحب الدين كده، أول مرة أحس إن أنا عايز أبقى مسلم بجد، عايز أبقى مسلم جامد، أول مرة أحس إن دي حاجة جامدة أصلا إن أنت تبقى مسلم جامد. ساعتها أنا كان عندي تقريبا 17 سنة. قبل كده كنت بسمع دين بس كنت بسمع دين مدارس. حازم محتواه مش بس عن الدين، انت هتلاقي شاب بسم الله ما شاء الله عنده بيزنس ناجح، هتشوف علاقة مع الأصدقاء، هتشوف علاقة مع الأهل. انت في فيديوهات حازم في رحلة بتتعلم وبتتأثر، وبتشوف ايه اللي بيحصل دلوقتي، اللي هو فيه ترباية، فيه مش عارف القماش ده مش عارفين هنجيبه منين، طب اوكي، طب هنعمل الديزاين ده ازاي، طب هنتعامل مع الراجل ده ازاي، طب في سحلات، طب انا المفروض امنتج الفلوج ده، وعايز في نفس الوقت مش عارف اروح اتفق مش عارف مع مين على ايه. فانت جوه، انت عمال تتعلم، عمال تتأثر، عمالي يعني فاهم، في حوارات، انت جوه، انت جزء من اللي بيحصل. فانا اعتقد ان حازم حقق لي المعادله بتاعت ان ينفع الانترنت يأثر في حد ويحول حياته. فالمحتوى اللي انا بقدمه النجاح بتاعه مش في انتشاره، النجاح بتاعه في ان الناس اللي بتتابعه تبتدي تتحرك، تبتدي تعمل حاجة. كلنا بنحاول نكون احسن، كلنا بنحاول نعيش حياة كويسة، حياة حلوة، يعني نذاكر كويس، نشتغل كويس، نعمل فلوس، نتجوز حد كويس، نخلف طفل صالح، كل الكلام الجميل ده وزي الفل، كل ده جميل جدا ومهم جدا. بس برضو احنا بنبقى عايزين نظبط علاقتنا بربنا. المشكلة ان احنا دايما عازلين الدين عن الدنيا، اللي هو انا مش هعرف اكون مبسوط وعايش حياتي طول ما انا ملتزم وظابط مع ربنا ومش بعبط. لا، لا، لان ببساطه الدين معانا في الرحله دي، هو جزء من الرحله دي، هو اللي بيخلي الرحله دي اسهل اصلا. وانت لو استوعبت بكل بساطه انك في اختبار، وانك هنا عشان حاجه معينه، الدنيا هتبقى اسهل بكتير، وفي حاجات كتير هتبقى مش مركز فيها اساسا. فاحنا ما ينفعش اننا نعزل الدين عن الدنيا. الدين هو اللي بيقول لنا احنا نتعامل في الدنيا دي ازاي، ده المفروض، وهو ده اللي انا طلعت بيه من المحتوى بتاع حازم. فترة قررنا نسافر سفرية كده مع شوية شباب. الشباب دول كانوا شبهي جدا، عادي يلا بينا يلا نسافر. كلهم شكلهم متدين سيكا كده، بيصلوا مثلا بالليل، وبعد كده بيقعدوا يلعبوا بلاي ستيشن طول اليوم، ينزلوا البحر، مش عارف، ناس عادية خالص. بس في شوية ثوابت كده موجودة، فاهم؟ الصلاة حاجة مهمة. لو حد عمل حاجة غلط بيقولوا مثلا اظبط، مش عارف، حاجات زي كده. التباين ده خلاني رجلي حياتي كده شوية. طب ما ينفع ابقى متدين وينفع ابقى ناجح مثلا، او بني ادم عادي يعني. وهو ده الجامد، انك شايف نموذج قدامك ناجح في البيزنس بتاعه، وبيروح يقعد مع اصحابه وبيسافروا وبيلعبوا كورة. بس في نفس الوقت احنا عايزين ما نعبطش، عايزين يعني ربنا قال لنا اعملوا كده فهنعملوه، مش عايزين نعبط، مش عايزين نقوم من القعدة دي وربنا شايل مننا. اول فلوجر مصري. يوم 20 مايو 2016 حازم ينزل اول فلوج ليه على الانترنت. فلوج يعني ايه فلوج؟ يعني ايه فلوج؟ انت اكيد عارف يعني ايه فلوج، اكيد مصطلح فلوج عدى عليك في اي مكان، اكيد شفت فلوج في حياتك اكيد. بس انا عايزك ترجع ورا شويه كده، اكتر اكتر، ارجع كمان، ارجع كمان، ايوه ايوه، اثبت. اتفرج على فلوجات حازم، اتفرج على الفلوجز دي واستمتع بيهم. ويا صديقي اعتبره مسلسل كل يوم بتتفرج على حلقة لمدة 10 دقايق مثلا، اتفرج عليهم كل يوم وشوف ايه اللي هيحصل.
بعد ما تخلص مثلا 200 فلوج ولا حاجه هتلاقي في حاجه اتغيرت. يعني انت مع فلوج رقم 1 مش زي في الفلوج رقم 100 مثلا. بجد هي قصه ورحله، والبلاي ليست بتاعت الفلوجز بتاعت حازم من اقوى الحاجات اللي موجوده على الانترنت بجد. يلا طيب عشان نشوف الشرايط القديمه. رجلك التانية ورا يا ابن اللعيبة، يا ابن اللعيبة اهو. قاعد بمنتج الفيديو بتاع امبارح، شفتوه امبارح. انا عملت فلوج هقعدك في البيت. اقسم بالله ما تعرف. A shot of the elevator with this lens. Up, it's going up. Straight to heaven. Okay, so today I'm gonna be vlogging in English in public, as if it wasn't weird enough to vlog in public generally. انت ايه يعني حوار المحتوى الانجليزي اللي اشتغل فجأة ووقف ده برضو، انت كان في هدف معين من انشاء محتوى بالانجليزي؟ مش عارف، انا بحس ان انا نفسي دايما ان انا يبقى عندي تواجد جلوبال اكبر من كده، فاهم؟ ده انا وعمرو واحنا صغيرين كنا في السوبوي في كندا. انت عارف انه دي من المواضيع اللي احنا حتى كاصدقاء مقربين ما اتكلمناش عنها كتير. خدت بالك من الحوار ده؟ طفولتك، الوقت اللي انت كنت في طفولتك بره، انا مش عارف اتخيلك فاهم وانت طفل اصلا. عمري كان عندي دقن برضه. الاخبار اللي بتتقال الصبح عيد ميلاد حازم النهارده، فانا نزلت الاوفيس وبعدين ادولي مصاصه بيرثدي كارد. فترة كندا أكيد كان لها تأثير على حازم، ومن أكتر الحاجات اللي أنا شايف إنها أثرت على حازم من فترة كندا هي اللغة، هي الإنجليزي. إن حازم اتعلم إنجليزي ويتكلم إنجليزي، وده خلاه بعد كده لما كبر إن هو خلاص متمكن من الإنجليزي ما شاء الله، إن هو تابع فلوجز أجنبية، اتفرج على كيسي نايستات وفلوجرز أجانب تانيين، وخد منهم فكرة الفلوجز وعملها بطريقته هنا. كان ممكن لو حازم ما راحش كندا وما كانش موجود في كندا وما كانش بيعرف انجليزي ما كناش نشوف الفلوجز دي. لفة كده بس ممكن. وفترة كندا كانت في طفولة حازم، وشخص واحد كان موجود معاه في الطفولة دي وهو عمرو الصديق اخوه. وعمرو الصديق انت دايما هتلاقيه في الفلوجز، هتلاقيه مره هنا مره هنا مره هنا، مره ورا الكاميرا بيمنتج، مره مش عارف بيعمل ايه. فانا حبيت ان انا اديله الشاوت اوت، لان ما بلاقيش ناس كتير بتتكلم عن عمرو الصديق، مع ان علاقته هو وحازم جميله جدا. العلاقه اللي احنا بنشوفها في الفلوجز وفي الفيديوهات بتبقى جميله جدا، الحاجات المشتركه اللي ما بينهم اللي بيحبوها. بحب علاقتهم جدا مع بعض، دايما بيساعدوا بعض، ده ينقذ له العربيه بتاعته، ده يوصله مشوار، ده يمنتج له فيديو هو مش لاقي وقت ان هو يمنتجه. بحب العلاقة جدا ما بينهم. وشاوت اوت لعمرو الصديق برضه، عشان يعني مفيش ناس كتير بتشاوت اوت عمرو الصديق، شاوت اوت. انا بجد عايزكم تاخدوا الرحله دي وتتفرجوا على الفلوجز وتتعلموا منها وتستفيدوا وهتستمتعوا جدا. يعني هي فيها متعه بنت لذينه يعني. فايه دوسوا واتفرجوا على الفلوجز جدا، من اكتر الحاجات اللي انا ممكن ارشحها على الانترنت، ارشحها وانا مرتاح. بس هي كانت مرحله في حياه حازم، وزي اي حد في الحياه بيجيله وقت وبيبقى عايز يجرب حاجه تانية او يوصل رسالته بطريقه مختلفه. الفقرة اللي فاتت دي كانت حاجة بتعبر عن مرحلة في حياتي معينة. المرحلة دي مرحلة جديدة، حازم جديد، حازم ناضج شوية، اتعلمت حاجات جديدة في الفيلم ميكينج وفي الحياة. استبرق مختلفة، نضجت، كبرت الحمد لله. ده فلوج من بتوع زمان؟ فاكرين؟ انت حاسس كده برضه بتوع زمان؟ استنى يا جدعان، ده فلوج من بتوع زمان ولا ايه؟ انا لما بدأت الفلوج زمان قوي، الفلوج كان وسيله لحاجه. الفلوج كان وسيله عشان يبرز التشالنج اللي انا كنت بمر بيه ساعتها، يبرز المراحل بتاعه استبرق، يبرز الرحله اللي انا كنت بمر بيها وانا ببني الشركه وكده. في الفتره الاخيره الفلوج اصبح في حد ذاته غايه، وده ما كانش هدفي. هو فعلا عايز يرجع، بس هي مرحله، والناس كده عايزين يشوفوا حازم، عايزين يشوفوا حازم بيعمل الحاجه اللي هو بيعرف يعملها، وهي الفلوجز. بس برضه مش عارف. يلا نبتدي فلوج جديد ان شاء الله، يعني اقدر انتظم فيه. يلا بينا نبتدي رحلة جديدة مع بعض. What's up؟ فترة الفلوجز حاسس ان انا مش بس قلت، انا وريت حاجات كتير عندي. كانت مرحلة، الدنيا مختلفة دلوقتي والواحد بيتطور وكده،
في 2013 كان في 3 شباب عندهم شغف التنين انهم يبدأوا مشروع هدوم استبرق. I think that's better. استبرق is فين. والفكرة ان استبرق مش بس المكان اللي انت بتروح تشتري منه الهدوم، نو 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 نو. استبرق هي الحالة اللي حازم عملها حواليها، الكوميونتي، الكلمة اللي بتتقال على طول، والكلمة اللي انا ما كنتش فاهمها او ما كنتش فاهم يعني ايه الكوميونتي، يعني ايه لما اشوف حد ماشي في الشارع لابس نفس التيشيرت بتاعي ان انا هبص له، هيكون في ما بيننا كونكشن، ان احنا هنكون انت عارف استبرق، يا انت عارف القصة وفي الفلوجز وعارف حازم وكل الكلام ده. ما كنتش مصدق كل الكلام ده لحد ما الموقف ده حصل معايا، ان انا شفت حد لابس استبرق وانا كنت لابس استبرق وبصينا لبعض اللي هو انت مومان ماي بوي، فاهم اللي هو احنا عارفين، احنا فاهم، احنا اخوات يا صاحبي. هسيبكم دلوقتي مع اعلان عملته لاستبرق من 5-6 سنين، سنعود بعد قليل. التيشيرت اللي انا لابسه ده والشيء ده اللي انا لابسه مكتوب عليه استعن من براند استبرق، براند حازم الصديق. حازم الصديق مش مديني فلوس عشان اقول الكلام ده. اشتروا من استبرق. دي يا جماعه شنطه استبرق، واقرا في حازم الصديق. لو عرفت حازم الصديق اصلا، حازم الصديق بني ادم محترم جدا، وزي ما هو بيقول ده اعلان غير مدفوع الاجر يا حازم، فلوس توصل بقى. انا ما خدتش اي حاجه من حازم على الاعلان ده، واكيد ولا الفيديو ده، صح يا حازم؟ من الحاجات اللي كانت منجحة الفلوجز جدا هي استبرق. انت شايف حد عنده هدف، عنده شغف تجاه حاجة معينة وعايز يكبرها، والفلوجز كانت رحلة بريق استبرق. فانا بحب استبرق الصراحة، مش اعلان خالص، نو ما بنعملش اعلانات هنا. وبحب حازم، بحبه في الله. الحب في الله دي قيمة كبيرة جدا جدا عندي الحمد لله، والأخوة والمعاني دي يعني طبعا لسه بتعلمها مع كل يوم عن التاني، بس دي من اهم القيم اللي عندي في حياتي، يعني ان انا استوعب اصلا ان في صاحب وفي صديق وفي اخ، فاهم، وان انت لما تحب حد تقول له الكلام ده. الحب في الله والاخوه في الله معاني ما بقتش موجوده او مش مفهومه بالنسبه لناس كتير. يعني ايه بحبه في الله؟ يعني ايه اخويا في الله؟ سبحان الله، اخويا في الله، لا انا بتألم وبفرح فرحه، وانا يعني هو سبحان الله قد تكون اقوى من اخوة العصب، يعني اقوى من اخوة الدم سبحان الله. فانت حسستني دلوقتي، جزاك الله خير. جماعة حازم والشباب، وانتوا لو عارفين حازم اكيد هتكونوا عارفين الشباب الجميلة دول، امير منير، شريف علي، جعباس، سالم، حسام هيكل، عبد الله وصية، ادهم ابراهيم، محمد ابراهيم، يعني كريم اسماعيل، كل الناس مش عايز انسى حد. كل الصحبة الجميلة دي زي ما هم دايما بيقولوا انهم بيحبوا بعض واثروا في بعض، هم برضو أثروا في ناس كتير وخلى ناس كتير يشوفوا حياتهم بشكل مختلف. يعني انت شايف شلة صحاب مسافرين بينزلوا البحر بيلعبوا كورة، بس في نفس الوقت اللي هو جه وقت الصلاة، يلا بينا هنقوم نصلي، مش هنعبط، مش عايزين ان ربنا يكون شايل مننا، يلا بينا الصلاة، وقت الصلاة خلاص. ودي حاجة انت لازم تتعلمها، وانك تحط الصلاة أولوية، الوقت اللي انت هتحط فيه الصلاة أولوية، واللي هو انا هصلي وبعد كده هشوف انا هعمل ايه في حياتي. حط الصلاة أولوية خلاص، قاعدة اللي هو خلاص الصلاة أولوية ما فيهاش كلام، قاعدة نقطة ومن أول السطر، وربنا يثبتنا ويهدينا جميعا. هاي، ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معاكم حازم الصديق في أول حلقة من حلقات هاز كاست. هل انت بتشوف انه لأن أنا عارفك وعارف ان انت ما شاء الله بتحافظ على صلاتك مثلا وكده، هل انت بتشوف ان دي حاجة رئيسية في او حاجة بتدعمك في المشوار بتاعك، علاقتك مع ربنا وكده؟ لا تلتفت لكلام الناس ما دام اللي انت بتعمله ده دين. صح. عارف لما انت تبقى عملت مشكله مع ربنا، عملت مشكله في علاقتك مع ربنا، فيقوم يحصل موقف فتقول ايه ده عشان ده. أيوه. انا بشوف انه دي حاجه جميله جدا، نعمه كبيره جدا طبعا. بعمل بودكاست اسمه وعي، دي اكتر حاجه انا فخور بيها دلوقتي في حياتي الحمد لله. فعلا ربنا يقبله، يعني نفسي ان ربنا بجد ربنا يتقبل يا رب. نفسي ربنا يتقبل بجد، نفسي جدا. يعني اكتر حاجه خايف ان هي ما تقبلش. ناس كتير بودكاست وعي غيرهم، بشوف كمية تويتس وكمية كومنتات في أي مكان، بودكاست وعي بودكاست وعي بودكاست وعي. ناس كتير أثر فيهم وغيرهم وغير فكرتهم عن حاجات كتير. ففعلا بودكاست وعي مؤثر جدا، محقق نجاح رهيب.
فعلا مؤثر. هو ده التأثير اللي انا بتكلم عليه، مش اللي هو اوكي ده عمل مش عارف تأثير، لا تأثير. هو ده التأثير بجد اللي بيحصل على الانترنت، ان انت تغير حياة ناس، مش تخليهم اللي هو ده انا اتعلمت منه ازاي اعمل محتوى، لا انت غيرت في حياته، غيرت في حياته على ارض الواقع، في الحياة الحقيقية، مش حياة بتاعت الانترنت. ناس كتير عرفت حازم اصلا من بودكاست وعي، فهو بودكاست قوي جدا وانا برشحه لاي حد. وطبعا حازم معاه شريف علي واحمد عامر، شباب جامده وعندهم علم برضو ابن لذينه، بسم الله ما شاء الله عليهم. التلاتة عاملين فعلا عمل قوي ومؤثر، وفعلا يعني في ميزان حسناتهم ان شاء الله. واحلى حاجه ان هو بودكاست، واتكلمنا قبل كده في شورت كان نزل من فتره ان انتوا اسمعوا بودكاست. دي من البودكاستات اللي انا برشحها، اسمعها وتسمعها في اي حته، اسمعها وانت في المواصلات، تسمعها وانت قاعد كده على البحر مستقنيس، تسمعها وانت قاعد تعمل ستيك، قاعد بتعمل برجر، قاعد فوق عربيه، تسمعها في اي وقت وفي اي مكان. يعني عيش. والدنيا مش بتمشي حلوة على طول، بيحصل حوارات ودروبات ومصايب زي اي بني ادم، يعني زي حياة اي بني ادم، وساعات كتير بنقع عادي. هو الحمد لله. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان اللي ورايا ده مسجد نزلت صلي العصر فيه، لقيت الازاز مكسور الحمد لله. وطبعا جوه كان في كل حاجه بتاعتي، الشنطه باللابتوب بالهارد بكل حاجه بالكاميرا الحمد لله. وبس هو ده الوضع. انت بسبب الفلوجات يا حازم ان انت بتصور جزء معين من الحياه، فهي بتفتكر ان الحياه كلها الجزء ده. في جزء ترفيه في الحياه، لكن بقيت الجزء طلعنا عينينا، كل واحد طلعنا عينيه في حاجه. يعني مش بنقول كده برضو من باب الشكوى خالص على فكره، احنا بنقول كده من باب خالص يعني احنا الحمد لله مش بنشتكي برضو. هي الفكره ان احنا بس بنقول ان الحقيقه بس، لان الفلوج شكله حلو وفيديوهاتنا شكلها حلو ومش عارف ايه، فقشطه يعني في حاجات حلوه وفي حاجات وحشه عادي جدا. انا الصراحه بحب حازم وبحب اسمع حازم بيتكلم وبحب فيديوهات حازم. من ساعه ما فتحت فيديو في 2017 لواحد قاعد في شقه لوحده بدقن وبيتكلم عن يوم فرحه، من ساعتها انا اتاثرت بالشخص ده واتاثرت في فيديوهاته وغيرت كتير من شخصيتي. ومش حازم بس الصراحة، الشباب كلهم، الصحبة الجميلة دي. كل مرة أنا بحاول أنتظم في الصلاة، كل مرة بحاول إن أنا أظبط مع ربنا. غالبا بعد ربنا وبعد توفيق ربنا بيكون بسبب الناس دي. بحس إن ربنا بيقول لي اللي هو خد اتفرج على فيديوهات الناس دي، اتفرج عليهم وانت دلوقتي عارف، وعارف إن انت المفروض تصلي، وعارف إن انت المفروض تظبط، وعارف إن انت المفروض تعمل كذا وما تعملش كذا. فخد انت دلوقتي عارف في ناس غيرك ما وصلهمش العلم ده وما وصلهمش الدين بالطريقة دي ولسه بيسمعوا دين مدارس. انت دلوقتي عارف، استغل اللي انت عارفه واستغل العلم اللي وصل لك والحاجات اللي وصلت لك عشان هتتحاسب على الكلام ده. فكرة ان اعيش حياتي زي ما انا عايز بس في خطوط حمراء اللي هو وقت الصلاة فانا هقوم اصلي، لا هغض بصري، في حاجة معدية فانا هغض بصري دلوقتي، لا المفروض اعمل كذا ما اعملش كذا. لو انا فضلت اعمل كده انا جامد، انت كده جامد. كلنا بنحاول نكون كده، كلنا بنحاول نعمل كده، انا عن نفسي بحاول اعمل كده. فنحاول نكون مسلمين جامدين يا جماعة، مش اللي هو بطاقة وبس. انا مش واحد بيتكلم في الدين وما عنديش هذا العلم الكافي ان انا اطلع واكلمك في الدين واقول لك اعمل كذا وما تعملش كذا. انا بس بقول لك على حاجات، مثلا حاجة انا عرفتها فبقول لك عليها، او اشجعك على حاجة معينة، او على الاقل خالص ان انا ادلك على ناس ممكن يكون عندهم علم اكتر مني وفعلا هيفيدوك وفعلا هيأثروا فيك. بس بجد انا بقيت شايف ان من الجمدان انك تكون بتصلي، بتغض بصرك، مش بتعاكس بنات، مش بتشتم. هو ده الجمدان. كلنا بنغلط، انا، انتم، حازم، الشباب، كلنا بنغلط، بس نحاول نظبط ونحاول نبقى مسلمين جامدين. حاول تبقى مسلم جامد زي ما انا شايف حازم مسلم جامد. وعملت الفيديو ده وانا مقتنع بيه، وبس ان انا بشارك في هذه المساحة الصغيرة اللي انا امتلكها، ان اقول ان الشخص ده اثر فيا وان انا بشكره على ده. فانا شايف ان حازم مسلم جامد، ممكن انت كمان تستفيد وتروح تتفرج عليه وبس. احنا شوفنا فيديو دلوقتي مع بعض على اليوتيوب، وانا اصلا يوتيوبر، انا اساسا يوتيوبر. ايوه يا حازم، ايوه يا حازم، تيشيرتات وصل حبيبي، جزاك الله خير.
ايوه يا عم ظبطتك في الفيديو، امال ايه؟ عيب عليك حبيبي حازم، حبيبي جزاك الله خير. حازم مش عايز جزء تاني؟